بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا ما تعاقب الليل والنهار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار إلى حصن الأمة العربية والإسلامية الشامخ، إلى من خصه الله تعالى بالعز المنيع والشرف الرفيع والخلق السني والفخر البهي والرأي والحزم والبلاغة والكمال والبذل والنوال والجود والإفضال والكرم والوفاء والمذهب الجميل والقدر الجليل، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أدامك الله وأبقاك ميزانا للعدل منبعا للسلام، وسلطك حساما في نحور أعداء الأمة والدين. إليك يا من قد استأثر النفوس بكرمه، واسترق الأحرار بجميل صنعه، وأولى النعم والخيرات وأسدى المعروف والمبرات. إليك بعد الله تعالى أرفع استعطافا وتظلما، تبعثه إلى مقامك العالي عوامل الحاجة، وتزجيه إلى ساحتك دواعي الشدة، آملا أن يكون تذكرة بأمري، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وتذكرة بحالي، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، مناشدا سموك الكريم الترفع عن ظلمي إن كنت بريئا، والتفضل بالعفو إن كنت مسيئا. فوالله وبالله وتالله إني لأطلب عفو ذنب لم أجنه، وألتمس الإقالة مما لا أعرفه، لتزداد تطولا وأزداد تذللا. فإني أعيذ حالي عندك بكرمك من حائل يحول بينك وبين حقيقة أمري، وأحرسها بوفائك من باغ يحاول إفسادها. ولو كان في الصمت موضع يسع حالي، لخففت أعزك الله عن سمعك، ولم أشغل وجها من فكرك، ولكن ما زالت الشكوى تعرب عن لسان البلوى، ومن استلت حالته كان في الصمت هلكته. فقد كان الصبر أيدك الله بالبصيرة ينصرني على ستر أمري، حتى خذلني وألجأني إلى تحطيم صمتي، ورفع هذه المناشدة إلى مسمع سموكم الكريم، متسلحا بعدل سموك وإنصافك على نوائب الدهر. فقد وقعت حماكم الله ضحية لأعداء هذا البيت الآمن المطمئن وأهله الكرام الأخيار، ضحية لمن يمتهنون بث سمومهم عبثا ومساسا بطمأنينة الآمنين من أهل المملكة الكرام، غير مبالين ولا آبهين في سبيل تحقيق أهدافهم وغاياتهم الذميمة بمن هم في شاكلة من عابري السبيل وطالبي رزقهم وقوت يومهم من خلال عملهم في مجال النقل البري، مستغلين في ذلك حسن ظن سائقي الشاحنات وآليات العبور ليدسوا سمومهم بطرق احترافية وأفكار شيطانية عبر الإرساليات والبضائع المتاح والمسموح تداولها في أنظمة وقوانين النقل البري بدول مجلس التعاون وغيرها من دول العالم، حيث لا يخفى على العالم أجمع وقوف شخصكم الكريم على قمة الهرم ومقدمة الصف بمحاربة هذه الفئة الضالة واجتثاث هذه الآفة من جذورها، مسخرين لذلك وقتكم الثمين وجهدكم الملموس. بوركتم سيدي وبورك مسعاكم في سبيل الحفاظ على الإنسان السعودي وحمايته من كيد الكائدين وعبث العابثين وحفظ الأمة كافة. وكوني سموكم أحد ضحايا هذه الفئة الضالة ومن المتضررين وبشدة جراء أعمالهم الخبيثة، أرفع لمقامكم السامي هذا النداء، مؤكدا من خلاله لسموكم براءتي من هذا الفعل المخزي براءة تامة غير مشكوك بها، ملتمسا منكم النظر في قضيتي بعين الرأفة وميزان الحق والعدل، حيث لم أكن على دراية بما يحتوي عليه باطن البضاعة التي كنت أنقلها، سوى أنها شحنة فواكه مبردة كما هو مثبت في بيانات الشحنة الجمركية. ناهيكم سموكم عن تعاون التام والباعث للفخر مع الجهات الأمنية في سبيل القبض على مستقبل الشحنة المسمومة
وتم ذلك بتوفيق الله ومنته. وها أنا أقضي العام 5 من أصل 20 عاما تم الحكم علي بها بذنب اقترفه غيري، لم تكن لي به صلة من قريب ولا بعيد سوى إحسان الظن وصدق المعاملة. ولهذا ولأن عهدي بك مصدرا للمكارم تنشق منك صفاتها، ومظهرا للفضائل تتجلى فيك آياتها، سباقا إلى غايات المجد، دراكا لمطالب الحمد، أريحيا لا تصبو إلا إلى إسداء المنن. ما أمك أسير فاقة إلا وألفى لديك كهفا منيعا وجاها رفيعا، وما قصدك ذو حاجة إلا وصدر عن مورد فضلك شاديا بثنائه معلنا بولائه. فإليك بعد الله أرفع الشكوى وكل يقين بأنك مفرج كربتي ومنقذي من شدتي بطرفة من طرف ردفك ولمحة من لمحات بردك. كيف لا وأنت قبلة المعروف وملاذ الملهوب، إلى عدلك وإنصافك تشد الرحال وبك تناط الآمال. أولياؤك منك في ظل ممدود وهناء وسعود، نسب الكرم عريق وروض المجد بك أنيق، أصل راسخ وفرع شامخ، تهتز للمكارم اهتزاز الحسام وتثبت أمام الشدائد بثغر بسام. فأنتم أهل المملكة العربية السعودية حماها الله قيادة وشعبا، تحتلون في نفوس العمانيين جميعا مرتبة لا ينالها غيركم، ولكم نصيب الأسد من المحبة الخالصة والأخوة الصادقة وحرمة الجوار. كيف لا يكون ذلك وأنتم أهل الحرمين الشريفين ومنبع الدين والأخلاق الحميدة وعنوان السلام حيثما وطأت أقدامكم. بأرضكم هبط الروح الأمين، ومنها بعث النبي الكريم، ومن قبله دعا لكم إبراهيم أن يكون بلدكم آمنا مطمئنا. وفق الله سموكم لما فيه خير الأمة وصلاحها، وحفظكم من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.